المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية والمستهل بأهم ما جاء فيها. نتائج زراعية مشجعة في إقليم جنوب البحر الأحمر. ورشة عمل نسوية في الإقليم الأوسط. عقد سيمينار تعليمي في إقليم شمال البحر الأحمر. مقتل 15 جنديا من قوات الأمم المتحدة في الكونغو. مقتل شخصين وإصابة العشرات في يوم غضب فلسطيني. وماي تبرم اتفاقا أوليا بشأن شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر في التقييم الذي أجرته في 7 ديسمبر بأن جهود توسيع الأنشطة الزراعية وتنمية البساتين حققت نتائج مشجعة، وأشارت إلى زراعة مساحة 267 هكتارا بالذرة هذا العام و99 هكتارا بالخضر والفاكهة والعلف الزراعي في مساحة 33 هكتارا. وحول تنمية صيد الأسماك، أوضحت الإدارة عن تقديم تصاريح العمل ل37 قاربا جديدا إلى جانب غرس حوالي 12,000 شجرة بمبادرات الطلاب والسكان للدفع بأنشطة التشجير. وقدمت في الاجتماع تقارير عن المجال الصحي عامة ومكافحة الأمراض المعدية خاصة والاستثمار في مجال التعليم والمشاركة المتدنية للطلاب ودراسات تطوير السياحة ونتائجها. وأوضح حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي عن تنفيذ البرامج الموضوعة بتكاتف الشعب، مؤكدا العمل للحفاظ على ثقافة العمل المكتسبة وتشجيع العمل النموذجي. وطالب الاجتماع لصيانة عاجلة للمدارس المخترع والعملي المنسق لرفع المشاركة في التعليم خاصة الطالبات وحل دائم لمشكلة المواصلات. عقد الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط ورشة عمل يومي 7 و8 ديسمبر بالعاصمة أسمرة لتقييم البرامج المنفذة وأوضاع المرأة وتحقيق الفرص المتساوية ووضع البرامج المستقبلية. وقال حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الورشة التي شارك فيها ممثلو المؤسسات الحكومية، قال إن قضية المرأة قضية الشعب والوطن، ويتوجب القيام بالجهود المشتركة استئصال العادات المعيقة لتطورها وتحقيق نموها وتطورها. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الأوسط السيد قال تسفاسلاسي أن النظر للمهام التي نفذت في ربع القرن الماضي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بالمقارنة مع تطور وتحديات المرأة يسهم لتقوية المرأة مستقبلا باستخدام الأساليب المحققة للفرص والنماء المتساوية. من جانبها أوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي أن رؤى ورسالة الاتحاد الوطني للمرأة هو ضمان حقوق وواجبات ومساواة المرأة، وشرحت البرامج المنفذة للتعريف بسياسة الحكومة تجاه المرأة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة وتوعية الأسر بحقوق المرأة والقانون. وقدمت في الورشة تقارير حول البرامج التي جرت لضمان صحة المرأة والعادات الضارة وتأثيراتها ومهام الرعاية الاجتماعية وجهود تقوية مشاركة المرأة في التعليم وتحدياتها وإشراك المرأة في الزراعة والمرأة في الأراضي وكذلك مشاركة المرأة في النشاط التجاري والصناعي. وبحثت الورشة التقارير المقدمة وقدمت آراء وتوصيات للدفع بالبرامج. وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاء تسفا ميكائيل في الكلمة الختامية إن ورشات العمل التي شهدتها جميع أقاليم البلاد مكنت من التعرف الجيد لتحديات المرأة الراهنة، مشددة على وجوب الدفع بالجهود المنسقة لحل هذه التحديات. وكانت فروع الاتحاد الوطني للمرأة في أقاليم شمال البحر الأحمر وعنسبة والجنوبي والقاش بركة وجنوب البحر الأحمر قد عقدت ورش عمل مماثلة.
عقد في مدينة مصوع سيمينار بحث جهود تقوية كفاءة التعليم ورفع المشاركة في التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر. ودعا مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ رشيد محمد عثمان لتعزيز مبادرات ومتابعة المعلمين الجدة لدعم مساعي الطلاب للتفوق التعليمي والدفع بعلاقات المدارس مع أولياء الأمور. من جانبه أوضح المدير العام للخدمات الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تسفاي تخلي أن الاستثمار الجاري لتطوير التعليم يحقق نتائج مرضية ويتطلب تضافر كافة قطاعات المجتمع لتقوية كفاءته ونوعيته. وقدم في السمينار تقرير عن نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الماضي، حيث تم الإشارة إلى أن نسبة النجاح بلغت 49% من الجالسين للامتحانات الذين بلغ عددهم 1472 طالب، وسجلت هذه النسبة انخفاضا بنسبة 15% مقارنة مع نتائج العام الماضي. وأوضح المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى حسين نايب في السمينار الاستثمار الجاري في التعليم ونتائجه، مشيرا إلى وجوب العمل لأسلوب تعليم موحد لتحقيق فعالية وتوازن التعليم، ودعا للتعرف على المدارس الضعيفة والعمل لتقويتها. وبحث السمينار التحديات التي تواجه العملية التعليمية وسبل حلها، وأوصى للتعرف الجيد على أسباب انخفاض المشاركة في التعليم وإيجاد الحلول لها، وتقييم إدارة التعليم في جميع المراحل، والاهتمام بتوظيف المعلمين الأكفاء ذوي الخبرة، وتقييم تجربة المدارس الخاصة. تجدر الإشارة إلى وجود 347 مدرسة في إقليم شمال البحر الأحمر. نظمت حملات تعبئة في 9 ضواح بمديرية فرو بتعاون وزارة التعليم والاتحادات الوطنية والإدارة لتقوية برنامج تعليم الكبار. وأوضح منسق تعليم الكبار في المديرية الأستاذ جمال علي أن الهدف من الحملة هو تفعيل برنامج تعليم الكبار الذي كان ضعيفا ومحو الأمية. وقال مسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد زر إزجينا مريم إن تقوية العملية التعليمية عامة ومحو الأمية خاصة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، مشددا على أهمية تعاون كافة مؤسسات الحكومة والجبهة لإنجاح البرنامج. وأكد المشاركون للإيفاء بكل المتطلبات للدفع بالجهود الإيجابية لنشر التعليم في المناطق النائية. وأفاد مكتب التعليم في مديرية فرو بأن حوالي 30 نقطة تعليمية قديمة وجديدة ستبدأ هذا الشهر التعليم المنتظم في ضواحي زولا وأفتا وحاديش وفرو وإيرومالي وملكا ومحفيد وروبروبيا وربا حداس. تبرع المواطنون في الداخل والمهجر ب150 ألف نقفة و8700 يورو و1820 دولار أمريكي لكفالة أسر الشهداء وتنمية صندوق أمانة الشهداء. وذكرت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن جمعية ملاك الحافلات تبرعت ب250 ألف نقفة، وعضوات جمعية حلنا في مدينة ميلانو الإيطالية ب6000 يورو لكفالة أسر الشهداء. كما تبرعت الجمعية التعاونية للإريتريين في يوبنغن وضواحيها في ألمانيا ب2700 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء، والجالية الإريترية في فريغبورغ السويسرية ب1820 دولار أمريكي لكفالة أسر الشهداء. مشاهدينا الكرام، نعود بعد هذا الفاصل مع الأنباء العالمية، فكونوا معنا. الصعيد العالمي قتل أشخاص يشتبه بأنهم متمردون أوغنديون ما لا يقل عن 15 جنديا تنزانيا من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، كما أصابوا 53 آخرين في هجوم على قاعدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصفه أنطونيو غورتيش الأمين العام للأمم المتحدة بأنه أسوأ هجوم تعرضت له المنظمة في التاريخ الحديث. وقال الرئيس التنزاني جون ماجوفولي إنه مصدوم وحزين بسبب هذا الحادث الذي جاء وسط
وسط تصاعد العنف ضد المدنيين والجيش وقوات الأمم المتحدة في المناطق الحدودية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال غورتيش أن الهجوم يمثل جريمة حرب، ودعا السلطات الكونغولية إلى إجراء تحقيق وإلى مسؤول مرتكبي الحادث بسرعة أمام العدالة. وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم ووقف دقيقة حداد على الضحايا. وقالت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو المعروفة باسم مونوسكو إنها تنسق مع الجيش الكونغولي للقيام برد مشترك بالإضافة لعمليات إجراء المصابين من القاعدة. وقالت مونوسكو في بيان إن 5 جنود كونغوليين قتلوا أيضا في الهجوم. قتل شخصان على الأقل في اشتباكات مع جنود إسرائيليين خلال مظاهرات يوم غضب شارك فيها آلاف الفلسطينيين احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ورد الرئيس الفلسطيني بالقول إن واشنطن لم تعد وسيطا للسلام. وفي أنحاء العالم العربي والإسلامي خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع يوم الجمعة للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين وغضبهم من الخطوة الأمريكية. وقتل جنود إسرائيليون فلسطينيا بالرصاص قرب حدود قطاع غزة، وأصيب العشرات في مظاهرات يوم الغضب. وقال مسؤول في مستشفى بقطاع غزة إن شخصا ثانيا توفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه. ودوت صفارات الإنذار في بلدات بجنوب إسرائيل قرب قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض واحدا من صاروخين على الأقل أطلقا من غزة، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا. وأضاف الجيش أن طائراته ردت بقصف أهداف للمتشددين في غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 25 شخصا على الأقل أصيبوا في الضربات، بينهم 6 أطفال. ودعت فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والسويد الولايات المتحدة إلى طرح مقترحات مفصلة لإجراء تسوية إسرائيلية فلسطينية. أبرمت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اتفاق اللحظة الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي، محققة بذلك انتقال محادثات خروج بلادها من الاتحاد للمرحلة التالية. وقال رئيس المفوضية الأوروبي جان كلود يونكر إن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد حققت تقدما كافيا، مما يمهد الطريق لإجراء محادثات حول العلاقات المستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي. وكانت ماي قد وصلت إلى بروكسل بعد محادثات حول قضية الحدود الأيرلندية. وقالت إنه لن تكون هناك حدودا مع أيرلندا، لكن ستراعى كل الحقوق الدستورية والاقتصادية للمملكة المتحدة. وقالت ماي إن الوصول إلى هذه النقطة تطلب تنازلات متبادلة من الجانبين كليهما. وافق الاتحاد الأوروبي واليابان على بنود اتفاق واسع للتجارة الحرة يهدف إلى إنشاء أكبر منطقة اقتصادية مفتوحة في العالم. ويتوقع أن يؤدي الاتفاق الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي إلى تحرير جميع المنتجات والسلع بين الكتلة الأوروبية وثالث أكبر اقتصاد في العالم. وينظر إلى هذا الاتفاق الضخم باعتباره تحديا للسياسة الحمائية التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسيلتزم تمرير الصفقة التجارية تصديق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وفي بيان مشترك قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي إن للصفقة أهمية استراتيجية تتجاوز أهميتها الاقتصادية. وتعتبر منتجات الألبان واحدة من بين صادرات الاتحاد الأوروبي العديدة إلى اليابان. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، نستودعكم الله، إلى اللقاء.